اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة الروتين بتاعنا قوي جدا جدا جدا. يلا بسرعة تعالوا عشان ايه تتشجعوا. بس قبل ما تتفرجوا على الفيديو تشجعوني باللايك والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم حبايبي واخواتي في الله، وتتفرجوا على الفيديو لحد الاخر. هنا كنت بوريكم بعد ما صحيت وصلينا الجمعة. الحمد لله يا رب، اللهم دم علينا جمعتنا كلنا يا رب، وتكون جمعة مباركة عليكم وعلى حبايبكم يا رب. بعمل كوباية شاي وطلعت كده ايه اشم الهوا شوية، بشرب مية وهنشرب الشاي هناكل الكام بلحة دول عشان ايه يدونا طاقة بقى ايه وباور للي بعد كده ان شاء الله. ايه رأيكم؟ احنا قاعدين على الطريق بوريكم المنظر يعني. بس كان الدنيا هوا جدا النهاردة، خلاص الشتا دخلت علينا وشدت حيلها شوية. خلاص كده ايه بعمل لكم زوم عشان ايه تشوفوا من بعيد. هندخل بقى عشان نعمل الفطار بتاعنا. الفطار هيكون سهل النهاردة ان شاء الله، عشان ايه عندنا ايه روتين قوي قوي جدا النهاردة. يا رب الروتين بتاعنا النهاردة يعجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه بإذن الله. هنا خلاص يا حبايبي عملت الفطار، عملت بيض مسلوق وجبنة رومي وطماطم، وعملنا كوبايتين شاي، وكان عندنا فول. والحمد لله يا رب، اللهم دمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال، فضل ونعمة من عندك يا رب. خلاص بقى هنروح نفطر وهنرجع عشان عندنا ايه شغل كتير قوي النهاردة. زي ما قلت لكم الفيديو النهاردة يستاهل منكم اللايك والاشتراك تدعموني. خلاص كده هنفطر وهنرجع. انا زي ما قلت لكم كانت حاجتي كلها مكرتنه كراتين، فبطلعها كل يوم حاجه حاجه كده عشان ما تكونش تقيله عليا. فانا لقيتها مركونه بصراحه والتراب هيبهدلها، فقلت ايه اعملها معاكم كده كل يومين، نعمل كرتونه ولا كرتونتين نفضي الدنيا دي ونحطها في المطبخ تاني لحد ما ربنا ما يكرمنا ونروح بيتنا ان شاء الله. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ يلا تشجعوا صلوا على سيدنا محمد عشان البركة ايه تحل علينا كلنا. اللهم دمها علينا نعمة يا رب. خلاص كده كنت بوريكم انا بفضي كل حاجة وهفرجكم عليهم واحدة واحدة. بص كان كل حاجة شايلاها فالتراب عدمها بصراحة. خلاص كده اهو بوريكم حاجات بسيطة، بس ايه انا طولت طبعا فيهم. انا من بعد العصر ولا من قبل العصر لحد بعد المغرب وانا برص في الحاجات دي لان انا لوحدي. هوريكم بس كده ايه كل الكاسات لقيتها متكسرة لان الحاجة كانت محطوطة على بعضيها ومركونة بقالها يعني يمكن من العيد اللي فات، فانا بشوفها لقيت حاجات كتير قوي متكسرة فرميتها. هوريها لكم برضو. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت لما بعوز حاجة اروح اجيبها، عاوز حاجة اروح اجيبها، فكده مش هينفع. لما ننقل بقى تاني هبقى ايه ارجع كل حاجة تاني في الكراتين ونلم كل حاجة تاني. هنا بوريكم الحاجات اللي على الارض اللي متبهدلة. هنا حاجات تانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللي بتتابعوني منين اخواتي وحبايبي اللي عندي اللي اشتركوا معايا يكونوا منين عرفوني، وصلى على سيدنا محمد. خلاص كده ايه كنت قربت انا بفضيه الاول عشان ايه همسحه كله تراب، هطوقه كله كده ونرص مع بعضنا المطبخ رصة حلوة جميلة كده. طول ما هما في المطبخ ما بيلموش تراب زي الارض بصراحة، زي ما يكونوا متشالين، وشكلهم ما كانش عاجبني هما مركونين.
خلاص كده يا حبايب قلبي، قربنا ايه نخلص علشان عندنا برضو الغدا، يعني روتين وغدا وفطار. يا رب يعجبكم الفيديو، فيديو تتشجعي تقومي لو عندك اي حاجة تعمليها. وخلاص كده، خلاص بوريكم بقى كل حاجة انا رصيتها عشان اعرف انا هاخد ايه. ده الطقم اللي هو بتاع القهوة والحاجات دي المشروبات، فاتكسر كل ما اوديها الراجل يعملهولي يتكسر تاني. هبقى اخده ان شاء الله 3، هما بيكونوا 3 بس بيتفلتوا على طول، يعني مش عارفة ليه مع انه كان من الحلو يعني. خلاص كده يا حبايب قلبي، كده خلاص انا كنت فضيت كل حاجة من الكراتين والحاجات دي، عشان ايه همشي عليها الفوطة كده لمعها، يعني مش هغسلها طبعا عشان اما بغسلها كتير قوي ده. وبعدين عامل برضو المية لما اجي استعمل هغسل، لكن انا بحوش بس التراب كده بالفوطة. بوريكم الحاجات دي اللي هي اتكسرت مني. الكاسات اتكسرت لقيتها كده مكسورة، يلا قدر الله ما شاء فعل. خلاص كده بقول لكم هرميهم ونخش بقى على التقيل. هنمسك بقى المطبخ بتاعنا كله ننضفه من جوه الاول، ونرص حاجتنا كلها ونشيلها بقى، وكده تمام قوي. ربنا يقوينا يا رب، ويقوي كل اخواتي وحبايبي، ويديهم الصحة يا رب، ويقويهم على عيشتهم. الستات بصراحة بتكون شقيانين، ربنا يدينا الصحة كلنا يا حبايب قلبي. خلاص كده خلصت، هروح بقى ايه ارص معاكم الحاجة وهوريكم الفينش النهائي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. كل حاجة شبه بعض كنت بحطها على بعضيها عشان لما اعوزها اجيبها، اعرف مكانها يعني واجيبها. خلاص يا حبايب قلبي، في طقم هنا اللي هو ايه فناجيل، كان جايلنا من ليبيا. كان ابويا ساعتها في ليبيا وكان جايب الطقم اللي هو بتاع الفناجيل الشاي والاطباق، هو ده. بس بصراحة حلو قوي، مش زي بتاع مصر ابدا. اهو اطباقه اللي هو الكبيرة دي ما شاء الله. طبعا الحاجة لما بتتلم وبتتحط بتتبهدل جدا. خلاص كده ايه كنت بوريكم اللي نظفت المطبخ طبعا مع نفسي من جوه، كان برضو متبهدل تراب. ورصيت كده ايه حطيت فيه الحاجة كلها عشان ايه استعملها بقى. نبدأ نستعملها عشان حاجة وهي مركونة ايه احسن. كده ما بلاقيهاش، يعني بحتاجها ما بلاقيهاش. خلاص كده بوريكم الضلفة اللي فوق، ودي ضلفة الاطباق اتشالت بصراحة الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما تسرحوش، صلوا على سيدنا محمد. خلاص كده يا حبايب قلبي، بوريكم الضلفة التانية وهنرجع بقى ايه هوريكم تحت انا عملت ايه. ده المطبخ هو معلق فوق اللي هو النص اللي فوق. دي كوبايات، طبعا الكوبايات كان عندي كتير جدا واتكسرت كلها. يلا الحمد لله يا رب، الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا حلو. خلاص كده ايه الحمد لله خلصت اللي هو من فوق عشان انزل بقى اوريكم ايه اللي انا عملته تحت. دي ضلفة بتاع الخلاط والمفرم الكبة. خلاص كده يا حبايب قلبي، هنا تحت الرخامة بتاعتي اتكسرت شرخ كبير قوي. عايزة بقى ايه اشوف لها حل ان شاء الله، اجيب لها اي ستيكر او اشوف انا هعمل فيها ايه. هنا بوريكم هنا الميكرويف كنت نضفته برضو، والراديو بتاع الجميل اللي معرفش اعيش من غيره. محطة القرآن الكريم دي حياتي حياتي، ما بعرفش اعيش من غير محطة القرآن الكريم. ما شاء الله الله اكبر، ربنا يديهم الصحة يا رب. العاملين على القناة كلهم ما شاء الله الله اكبر، حاجة تشرف. ربنا يا رب يزيدهم كمان وكمان.
خلاص هنا بوريكم تحت، ده انا كنت عاملاه معاكم امبارح بس قلت ايه هوريه لكم برضو الضلفه دي، وهوريكم الباقي برضو بالمره. او فيديو روتيني كله للمطبخ النهارده. اتشجعت النهارده من بعد الصلاه والله، ما قعدت وعملت كل حاجه اللي هي كانت متركنه دي، غير برضو ما غسلت وغير ما طبخت. ربنا يقويكم كلكم على عيشتكم يا رب. انا عندي برطمانات كتير قوي فحطها في الدرج ده، وده حطيت فيه الحاجات اللي هي الطويله، وهنا كان عندي بتاع التوابل فحطها هنا كده في الدرج ده عشان تبقى تحت ايدي على طول. الدرج ده بيمسك معايا قوي كده من ساعه ما اتفلت مني، فتلاقيه جامد قوي كده، اطلعه بالعافيه وادخله بالعافيه يعني. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب على نعمتك علينا. خلاص كده يا حبايب قلبي، ندخل بقى على الغدا بتاعنا. هذا نوريكم المطبخ كله بعد الرص، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ندخل بقى على الغدا بتاعنا. هنعمل النهارده بالصلاة على سيدنا محمد لوبيا، انا بحبها جدا اللوبيا، ورز حبة وحبة، وفراخ محمرة، وبألف هنا وشفا يا رب. الاكل يعجبكم والروتين يعجبكم وتشرفوني وتدعموني، اختكم في الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم دم علينا العيشة يا رب، ودم علينا النعمة يا رب، انا وكل اللي بيتفرج عليا، كل اللي يدعي لي دعوة وله بالمثل ان شاء الله في ظهر الغيب. خلاص كده البصلة هنسيبها تتحمر شوية، وهنيجي ننزل بايه، بالطماطم. تعملها في الخلاط طماطم، حط حبة سكر، شوية صلصة حلوين. هنعمل بقى حبة رز حباية وحباية. هنا كان المغرب دخل علينا طبعا، الإضاءة زي ما انتوا عارفين. اللمبة اللي فوق المطبخ عندي فيه لمبتين، اللمبة اللي فوق المطبخ عاملة بايظة، باظت مني بصراحة يعني، فان شاء الله هرجعولي ان انا اصلحها يا رب ان شاء الله، عشان هي بصراحة الإضاءة بتاعتها وحشة جدا. هقرب لكم عشان تشوفوا كويس. هنا الرز خلاص انا بحبه كده، بعمل رز حباية وحباية بصراحة يكون خفيف وحلو ما شاء الله. بالهنا والشفا. كانوا شوية رز سكر، جربوهم هيعجبوكم قوي. خلاص كده يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع يا رسول الله. اوعى تنسوا تتفرجوا على الفيديو وتحطوا له الاشتراك واللايك. تمام يا حبايب قلبي. خلاص كده ايه، هنحط الشوربه للرز. زي ما انتوا عارفين انا بعمل الاكل يعني ايه على القد، علشان ايه ما يقعدش لتاني يوم، ويكون الاكل اول باول ايه طازه كده. خلاص كده هحوش الحله دي احطها هناك، واجيب لكم الطاسه عشان تكون قدام الكاميرا زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحمر الفراخ وبعدين نحط بقى الغدا. هوريكم الفاصوليا ما شاء الله كانت جميله جدا النهارده بالهنا والشفا. خلاص كده يا حبايب قلبي، هنحط بقى الغدا، وبالهنا والشفا يا رب. الاكل يعجبكم والفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم يا رب الروتين. الفراخ كمان اتحمرت، هنقلبها على الجنب التاني. وايه بقى، ندخل بقى على الغدا نتغدى، وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتدعموني. وهنا كان الغدا، وبألف هنا والشفا عليكم يا حبايب قلبي. ايه رأيكم شكل الاكل؟ بالهنا والشفا يا رب. اللهم دمها علينا نعمة يا رب. مع الف سلامة يا حبايبي، مع السلامة، مع السلامة.